السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. روتين النهاردة روتين حلو جدا جدا جدا. خدت بقى كده طاقة وحماس وتشجيع بسبب فيديوهات، بسبب كومنتاتكم والله العظيم، وبسبب الناس الكتير اللي دخلت عندي جديد في القناة. عايزة اقول لكم متشجعة جدا جدا ان انزل فيديو جديد بعد الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات ده انا هعتبره وش السعد عليا. يعني بصراحة انضم لي بسببه ناس كتير جدا جدا في القناة. بشكركم جدا جدا، نورتوني وشرفتوني. وجودكم كالعادة على راسي من فوق. ارفعوا لي بقى الفيديو ده كمان بالله عليكم، وحطوا كده لايك في البدايه، واتفرجوا كمان على الفيديو ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. طبعا انا برحب بكم جميعا، نورتوني وشرفتوني. انتوا قدها وقدود، تقدروا تعملوا كل حاجه. بصوا، مجرد لايكاتكم على الفيديو اللي فات رفع الفيديو خالص خالص. ماشي، فخالص خالص فبرضه مستنيه ان شاء الله ان الفيديو ده يترفع ويوصل لاكبر عدد من الناس. تعالوا اقول لكم النهارده اليوم بدأ ازاي وبدأ من امتى. النهارده في اليوم ده كنت بره، تمام. رجعت على الظهر، تمام. ما كنتش عامله اي حاجه في البيت، كان عندي المطبخ بايظ بصراحه، وعندي مواعين كتير. عندي الصاله اللي انا كنت مروقاها معاكم كانت متبهدله، اوضه النوم هتشوفوها دلوقتي معايا. كل حاجه، هدوم، كل حاجه في البيت بمعنى الكلمه حرفيا كانت متبهدله. بس النهارده هيبقى التنظيف ان انت بتروقي كده من على فوق، من فوق الوش كده، بتلمي الدنيا يعني. المهم انا عدلت كده الصاله دي ودخلت. اول حاجه عملتها بصراحه الاكل، لان احنا كنا جعانين جدا. لما رجعت نمت شويه، قمت كده على العصر، تمام. فكان لازم نعمل الاكل، وده كان سمك مكرونه. وبما ان عندنا برد انا ما كنتش واخده بالي خالص، انا لما طلعته كان في كيس اسود فما كانش باين. فسمك المكرونه افضل حاجه ليه ان انت تعمليه مقلي. فانا بقى بصراحه عملت له طريقه تحفه بجد والله. المهم كده جبت ايه، بصل وطماطم وفلفل طرنشات، حطيت عليهم توم، وطبعا بهارات. حشيت السمك زي ما بقول لكم كده، وحطيته جنب بعضه، وحطيت زيت من فوق وزيت من تحت، وسويته على البوتاجاز من فوق، وبعد كده اديته وش تحت الشوايه. طبعا اتغدينا. ماشي، الوقت اللي انا جاي اعمل فيه الاوضه كده كنت بقى اتغدينا وشلنا الاكل دخلته، بس لسه طبعا ايه ما غسلتش المواعين. فهعمل كده معاكم الاوضه ديت لان هي كانت بايظه بصراحه، وكمان الاوضه التانية كانت بايظه، بس مش هجيبها معاكم لان انا عملت فيها نفس اللي انا عملته في دي. فطبعا عشان ما اطولش الفيديو بس وخلاص، لكن انا عملتها يعني، ويعني هي دلوقتي تمام. طبعا الملاية كانت زي ما كنتوا شفتوها كده، وكان هدوم كتير وحاجات كده في الأوضة. مكان طبعا اللي بيغير ويمشي بسرعة، وانتوا فاهمين بقى لما الواحد بيبقى خارج مشوار أصلا الدنيا بتبقى مقلوبة. المهم في البدايه كده، واحنا لسه كده بندخل على الفيديو لان احنا لسه قدامنا حاجات كتير لسه هنعملها. عايزاكم تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كمان استغفر ربنا سبحانه وتعالى، قولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كده يعني قولوا الاذكار الحلوه الجميله اللي هي السهله الخفيفه دي، علشان ان شاء الله ناخد عليها اجر وثواب انا وانتم كمان يعني. لان الدال على الخير كفاعله، فانتوا لما تدلوا كده غيركم على خير ان شاء الله تاخدوا ايه، اجر وثواب. وكمان حافظوا على اذكار الصباح والمساء على قد ما تقدروا. وكمان اعملوا لكم ورد ولو صغير من القران الكريم والسنه النبويه المطهره كده. لو حتى سمعتوا الحديث ده، جبتوا قناه سنه السعوديه اللي هي بتجيب الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدتوا تسمعوا الاحاديث كده، هتاخدوا ايه، هتحسوا كده براحه نفسيه جميله، وهتاخدوا يعني هيبقى عندكم جبال من الحسنات انتم مش عارفين اصلا اساسها او سببها ايه. وكمان استعينوا كده بالله على قضاء حوائجكم. انتوا قايمين تعملوا شغل البيت، لو حتى لو عندك كتير زي ما انا بقول لك كده في البدايه، ان انا كان عندي كل حاجه بصراحه. ورغم ان انا لسه البرد عندي، فبس انا هعمل ايه، هي الدنيا كلها متكركبه. ده كان باقي الاكل اللي اكلنا منه. البوتاجاز بتاعي شوفوا عامل ازاي، اقسم بالله حاجه اكنه ما اتغسل في حياته. وده كان بلح عندي، واللي كان في الشنطه ده التموين، وده المواعين بقى. ده غير امبارح العصر يا جماعه، اقسم بالله امبارح العصر غسله كميه مواعين، تل مواعين. بس يعني ايه ما جبتوش معاكم وشلته اصلا، ده كان علشان ايه ما يتبهدلش يعني وكده. المهم كل المواعين دي انا لميتها وحطيتها في الحوض، لان انا بقى هبدا اغسل واتشجع كده معاكم. كمان المطبخ ده عايزه اقول لكم ان انا هعمل له ترويقه حلوه جدا دلوقتي. انا هنضف الضرفه اللي عندي اللي فيها خزين دي، انا هعملها اظبطها واوريها لكم اخر الفيديو. هعمل كمان البوتاجاز اغسله غسله حلوه كده، واغسل الرخام، واكنس الارض مش همسحها بصراحه. وكمان هلم الهدوم، كل الهدوم اللي كانت عندي واحطها دوره في الغساله.
يعني بصراحة نظفت الدنيا خالص خالص، وبقى المطبخ عندي منور بسم الله ما شاء الله، هتشوفوك معايا في اخر الفيديو. بس طبعا زي ما احنا متعودين وانتم متعودين مني، اول ما بندخل على المواعين بنصلي على النبي، تمام؟ فانتوا صلوا على النبي علشان طبعا ايه، يعني بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى هيقضي لنا حوائجنا، هيحقق لنا كل اللي احنا بنتمناه. ادعوا واتمنوا لغيركم الخير، الخير يجي لكم ان شاء الله. طبعا ادعوا لامي والحمايه والاموات المسلمين وامواتكم بالرحمه والمغفره، وكمان ادعوا لاهل غزه وفلسطين ربنا يرحم شهدائهم ويثبت اقدامهم وينصرهم نصرا عزيزا عاجلا غير اجل، اللهم امين. انتوا شايفين دلوقتي ان بقي بيلعب؟ والله انا كنت بقى فعلا في الوقت ده كنت بذكر ربنا سبحانه وتعالى، كنت دايما يعني بقول الذكر والاذكار طول ما انا بقى واقفه على الحوض، ما انا ما حدش بيكلمني، وانا كمان مخي مش شغال. يعني انا احلى وقت عندي بصراحه وقت غسيل المواعين، وقت غسيل تحسوا كده ان انا مندمجه في الشغل ومحدش بقى بقاطع، فانتوا بصوا بيبقى وقت جميل بصراحه. رغم ان هو الشغل ده اصلا بيبقى متعب، ستات كتير قوي ما بتحب الشغل البيت، لكن انا بصراحه يعني من غير تصوير كمان، يعني لو انا ما صورت الشغل البيت ده ساعات بيبقى مش عايزه اصور، علشان بقى انا عايزه اخد راحتي كده واغسل مواعين زي زمان بقى واشمر براحتي كده انتوا فاهمين. بس دلوقتي ملتزمين ان احنا لازم يعني ايه، يعني مثلا يبقى الكم على قد ما تقدري. انا بقى من الناس اللي بتحب يعني تعمل اي حاجه بتحب تشمر، سبحان الله، هو ده عاده وطبيعه، بس علشان بس الايه التصوير وكده. فبكون يعني بروح اختار بقى عبايه اللي انا هلبسها تبقى مثلا ايه، الكم بتاعها باستك اللي هو بيبقى عند الايد كده عشان ما يبقاش ايه يغلبني كده يعني. بس والله العظيم يعني شغل البيت ده روعة، ممتع بصراحة كده، تحس ان هو بيخرج الطاقة السلبية. بس مش في كل الاوقات، ساعات الواحد بيبقى متضايق وبيبقى مش يعني ايه مش عايز يعمل حاجة. بس لو انت رايقة بصراحة انا بالنسبة لي حلو جدا، بحب اغسل مواعين، بحب غسيل الهدوم، بموت في حاجة اسمها نشر الهدوم دي، والله ما بكذبش عليكم يعني. وتطبيق الهدوم حلوة برضو بحبها، بحب الترويق والنظام والترتيب. أه بحب ان انا ارتب افكاري. يعني مثلا بالنسبه لبدايه الشهر كده وهو داخل على شهر جديد، انا بقى بحب في البدايه كده اجيب مثلا حاجات الشهر ارتبها ويبقى في دماغي انا عندي ايه، وده هيكفيني لاخر الشهر ولا لا. يعني تحس ان انت مسؤوله، انت عندك مسؤوليه بجد، وانت بتعرفي تمشي امور الدنيا كلها اللي انت ماشيه فيها، غير الناس بقى اللي بتبقى سايباها كده ايه، بتبقى حياتهم همجيه، اللي يروح يروح واللي يجي يجي واللي يتعمل يتعمل. مش عندي كده بصراحة، لا كل حاجة بيبقى في تخطيط ليها الأول يعني. وانت أصلا عشان حياتك تبقى ناجحة أو أي حاجة انت تبقى ناجحة فيها لازم تبقى فيها تخطيط جيد الأول ليها. يعني لازم تخططي لأي حاجة انت بتعمليها أي مكان، حتى لو مشوار صغير انت رايحاه أو انت عايزة تعمليه. يعني انت لو ما خططتليش ليه كويس، بصي انا بقولك ان المشوار بتاعك ده هيبقى فاشل. لازم الاول وانت كده دماغك هي اللي بتخطط وبتفكر. يعني مثلا في المشوار ده انا هروح كذا بعد ما اعمل كذا في البيت واكون مروقه او عامله، او انا هاخد معايا كذا، او انا همشي بالطريق في الطريق الفلاني كذا وكذا، ولما اروح هعمل كذا وكذا وهرجع. فانت صدقيني لما كل حاجه كده تخططي لها هتبقى يعني هتبقى حياتك كلها ناجحه. على قد برضو ما تقدري، احنا بيبقى في حاجات ساعات القدر كده يعني ايه، يخلي لك الحاجه اللي انت مرتبه لها ما تحصلش، فدي بتبقى حاجات بقى مقدره ربنا يعني اللي قدرها لنا يعني. فدي تمام مفيش مشكله فيها يعني. انما لو انت بقى عملتي وخططتي وعملتي كل اللي عليكي واجتهدتي وسعيتي وكل حاجه، اعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك ويكتب لك كمان اكتر مما انت كنت متخيله. بصوا بقى الطماطم دي كانت عندي فانا خفت ان هي تبوظ، تمام؟ عملتها صلصه كده، انتوا عارفين الطماطم دلوقتي غاليه، الكيلو ب 15 جنيه، فطبعا محدش يبوظ حاجه عشان حرام. عملتها صلصه واحطها في الفريزر، بصراحه بتوفر عليا وقت جامد جدا. ابقى اكون عايزه بطبخ في دقيقه والله العظيم. هنا دخلت على البوتاجاز، بوتاجازي ده اللي هو كل يوم بيتغسل، بس يعني ما تعرفوش هو ماله كده يعني، إيه يعني، تحس ان هو بقاله سنه ما اتغسلش. بس الحمد لله ولا في حاجات سودة ولا في يعني مفيش اي حاجه، بالسبونشه كده وهنغسله وهنخليه دلوقتي بيلمع. يعني بس انت بقى لو بوتاجازك بقى فيه حروق في اي حاجه من الحاجات دي، يعني انا اقول لك ان انت مش عايزاه يوصل لحرق فيه او اي حاجه، يعني تكب عليه اي حاجه، اعملي حسابك ان انت لازم تقومي تغسليه في الوقت ده. يعني مثلا لو انت بتعملي شوربه فتكب على البوتاجاز، او مثلا بتغلي لبن فاللبن اتكب منك على البوتاجاز، حتى لو انت مش هتغسليه بسبونشه او حاجه، بمنديل مطبخ او بفوطه مطبخ لم الحاجات اللي وقعت دي،
علشان دي هتبقى موجودة على البوتاجاز. هتيجي مثلا تعملي العين بتاعتها، عين البوتاجاز يعني، تولعيها، هتقوم حرقالك بقى الجزء اللي هي فيه. فبالتالي هو ده بقى اللي بيجيب لي الحروق لست البيت اللي مثلا بتسيب بوتاجازها فترة طويلة يعني ما تغسلهاش، او مثلا يبقى عندك ولادك بيستخدموا معاك البوتاجاز برضو، فده بيدخل يعمل شاي او قهوة فيتكب منه شوية، والتاني يجي يقوم مولع البوتاجاز على يعني على اللي حصل بقى، وهكذا. فيبدأ حرق على حرق، البوتاجاز بقى يبقى لونه اسود كده ومش حلو. لكن لو انت ايدك فيه على طول، لا مش هيبقى فيه اي حرق ولا هيبقى فيه اي حاجه، وزي ما انت شايفه كده، ولا هيبقى حتى فيه زوايا فيها يعني او اركان كده بتبقى، لا ده هو كله هتلاقيه بيلمع زي ما انت شايفه. صلوا على النبي، ولو لسه ما حطيتوش كده لايك، طبعا يسعدني ويشرفني ان انتوا تحطوا لي لايك وتنوروني وتنضموا كده لعيلتي الجميله اللي ما شاء الله كل يوم بتزيد على اليوتيوب. بشكركم جدا جدا والله، منوريني. وبصراحه الفيديو اللي فات ده، يعني اللي هو كان قبل ده، يعني بصراحة دخل السعادة على قلبي بسبب والله الناس اللي دخلت وكومنتاتهم الحلوة والجميلة، ورفعتوا الفيديو بطريقة حلوة جدا، جزاكم الله خيرا. بصوا بقى بالنهاية، انا هنا خلصت المطبخ. هوريكم الضرفة بقى، دي بتاعت الخزين. المصفى دي في بقى ايه، شوية ذرة فشار، شوية فاصوليا، مش عارفة ايه، عشان مش بيبقوا كتير عندي. تحت زيت تمام. والفول بقى اللي احنا بنعمله ساعات. وهنا بقى الحوض بقى رايق ونضيف، كمية مواعين بقى قد ايه، جبل. عندي جبل مواعين. وكمان اللهم صل على سيدنا محمد، كنست السجادة والدنيا بقت نظيفة. حطيت كمان دورة غسيل في الغسالة، هتشوفوها دلوقتي معايا. هستخدم الغسالة الأوتوماتيك لأن الهدوم دي كانت نظيفة، فمش عايزة يعني ايه تعب كتير. وطبعا الفيديو خلص، ولحد ما اشوفكم فيديو تاني هتوحشوني. استودعكم الله، سلام عليكم.